رحتوا الانتخابات النهارده ولا ما رحتوش؟ انا ما رحتش انتخب لان معيش بطاقه رقم قومي. انا ما عشتش في مصر، فبالتالي لحد دلوقتي ما طلعتش بطاقه، وكان المفروض انه يجي هيئه من مصر عشان تطلعهم، بس لحد تيجي عشان دلوقتي خاطر تساعد كان لحد فعلا كان دلوقتي ده ما المفروض ان حصلش. هو اعتقد الداخليه كانت هتبعت ده، بس لما حصلت الثوره ما قدروش يبعتوا الوفد ده. ده مش سبب كافي، بس مهم يعني. انا ضد استاذ اسامه. انا شايفه انه الجيش علشان يكون له هيبته. انت ضد الاستاذ اسامه هو، مش الاستاذ اسامه انا؟ استاذ عشان اسامه بس نبقى واضحين يعني. استاذ اسامه مطوع انت يعني ضد كمان. ضد انه اسامه فينا يعني. نعم. الجيش هيبته محفوظه. عشان نكون الجيش هيبته محفوظة، محدش يقدر يجي ناحية هيبة الجيش، لكن أنا مش شايفة إن الجيش والمجلس العسكري واحد. دي وجهة نظري. أنا شايفة إن المجلس العسكري ما فرقش عن حسني مبارك كتير. وأنا شايفة إنه المجلس العسكري، إذا حضرتك قرأت البيانات بتاعت المجلس العسكري من ساعة أول بيان لحد آخر بيان، هتلاقي إنه لغته وأهدافه اختلفت. طيب المجلس العسكري قناعتي الشخصية عمره ما هيسلم الحكم إلا إذا إحنا انتزعناها من إيديه. والناس اللي بتتظاهر في التحرير بتظهر في الميادين التانية، من وجهة نظر شخصية ومن وجهة نظر الشباب الموجودين هنا دول، يبقوا من أنبل وأشرف وأنظف المواطنين الموجودين في مصر. مش هم اللي هيعطلوا الشوارع، وإذا الشارع اتعطل حضرتك هتلاقي آلاف المواطنين المصريين الموجودين في الميدان دول واقفين عشان يموتوا عشان حضرتك وحضرتك 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 تعيش حياة كريمة. مكان ما انتوا كنتوا موجودين ترفعوا راسكم تقولوا احنا مصريين وتكونوا بجد فخورين. فالثورة الأولى والانتفاضة اللي حصلت دلوقتي الاتنين أنبل من بعض. بصي، انا بتفق معاكي طبعا في معظم اللي حضرتك قلتيه، بس يعني عايز اقول لك ان بعد الثوره وقبل الثوره انا كنت عايش وكنت فخور ان انا مصري، واعتقد ان انا ما كنتش عايش حياه مهينه. كان عندنا مشاكل والثوره خرجت لتصحيح المشاكل، سارجو اننا ما نتكلمش عن نفسنا نقول ان احنا ما كناش بنفتخر ان احنا مصريين. احنا طول عمرنا بنفتخر اننا مصريين. مين فينا كان شايف انها سبه في جبينه ان هو يبقى مصري؟ ده احنا كنا بنقف في اي حته ونقول لا ده انا مصري. خلي بالنا، خلينا لما نعمل حاجه كويسه زي الثوره اللي حصلت اللي بتصحح اخطاء كانت موجوده، كانت ب ب ب يعني بتهد حاجات كتيره قوي، ما نحطش جواها مصطلحات تقول اننا كنا بنشعر بالعار اننا مصريين. حد كان بيشعر بالعار انه مصري؟ اسمح لي حضرتك كنت بتشعري بالعار انك مصريه؟ اسمح لي انا بسالك بس، ممكن انا تردي عليا الاول؟ هجاوب على لا السؤال. سمحتي ردي عليا وبعدين قولي. اتفضلي. حاضر، انا هرد على حضرتك. مش هقول انا حسيت بالعار، لكن اقدر اقول انا حسيت بالانكسار. بالانكسار انك مصريه؟ نعم. اسمح لي، لا اسمعني من فضلك. مواقف الحكومه المصريه، اخر موقف منها انا اعتبرته انه كان من اضعف، او بالاحرى من اسوأ مواقف الحكومه المصريه في المذبحه اللي حصلت في غزه في 2008. لما اخواتنا جيراننا اتذبحوا، الحكومه المصريه يعني حتى مساعدات ما سمحتش ان هي تعدي بسهوله في الحدود، ودول كان ناس محتاجين مساعدات طبيه بس عشان يعيشوا، او الاطفال اللي احتاجت ان هي تتنقل على الحدود عشان جراحه ما كانتش متوفره في غزه في وقتها. ليه يعني؟ هم دول مش بني ادمين؟ تمام. طيب واذا حد قال كلام اسمعي، انا بس عشان مش عايز افضل ادخل جوه يعني انا فاهمه قصص سياسيه قديمه تتعلق بالقضايا العربيه، لان انا بقى عايز اتكلم على شعورنا في الانتخابات وفي اللي جاي. هقول لحضرتك على حاجه. انا ما كانش يرضيني الناس تطلع تصوت، لكن احنا دلوقتي اذا احنا بنقول احنا في ديمقراطيه، فبالتالي حق كل مصري ان هو يا اما يصوت يا اما ما يصوتش. ده اللي انا كنت طالباه. بس شكرا. على فكره اسمع انا راي حضرتك. عايزه اقول هستاذنك بس هننتقل وبعدين نبقى نرجع. لما نرجع لحضرتك هبقى اسمعك. اتفضل. يا دفترك والوردة بين أوراقه، خطك وعطرك فوق سطوره تلاقوا، بكراكي بيسلم على الحلم الشهيد، وبيبني جنة خلد فوق أشلاقه.
الحر يا تكبيرك، يا لفتك وسط الكفن بحريرك، يا طهر 16 سنة كان يومنا. قولي لي طلقة غدر كتر خير، مسروقة روحك من وطن مسروق، يا هالة الشمس اللي ملهاش روح. بنعزي روحك في شهادة مدرسة، بشهادة تستنى قدومك فوق. يا زفتك للجنة يا فستانك، يا سبق خطابك لعرس جنانك. لو سلم القلب الجميل للفضفضاء، ما تكلميش الجنة عن أوطانك. احكي الحرية عن عريسها الجاي، اسمه على جبينه الشهيد الحي. وما تغلطيش وترددي سيرة وطن، بيبوس ولاده بالرصاص الحي.